60,000 جنيه المفروض بعد 4 شهور، وتاني دين 30,000 جنيه بعد 6 شهور. الكلام ده كان امتى يا جماعة؟ في أول يناير. في إيه؟ في أول يناير. فالمفروض إن الراجل يجي بعد 4 شهور، يعني في إبريل، وبعد 6 شهور يعني في يونيو. المفروض يجي في إبريل ويجي في يونيو، وفي أول مارس تقدم. إيه ده؟ إيه اللي جاب مارس دلوقتي؟ الراجل عدى شهر يناير وراح معدي شهر فبراير، عدى كام شهر؟ وجاي عايز يدفع كل الديون اللي عليه. يبقى الراجل هنا عايز يدفع الديون في ميعادها ولا قبل الميعاد؟ 30,000 شهر ولا بشهرين اهو قدامك؟ شهرين. عايز يدفع كل الديون اللي عليه قبل ميعادها بقد ايه؟ يبقى إذا 60,000 جنيه المفروض بعد قد ايه؟ 4 شهور. لو هو جه بدري شهرين يبقى بقت قد ايه؟ ما هو ينفع هنا. فجت قبل ميعادها شهرين. مش حضرتك قبه 2 3 4 عدى قبتين، عدى شهرين وجاي يدفع، يبقى جه قبل الميعاد بقد ايه؟ كنت هستنى عليه 4. ايه يا فندم؟ هو مش في أول يناير وهو رايح مارس؟ اه طيب اه لا يا فندم، شديت الخط. ايه؟ لا والله أنا مش لا الغدا تسخن، سخنت هتاكلي. اول يناير عدت قبه شهر، عدى الثاني، عدى الثالث، عدى الرابع. يقول لي بعد قد ايه؟ بعد 4 شهور. يبقى كده قعدت يناير كله، وقعدت فبراير كله، وادي مارس ده اوله وده اخره، وادي ابريل ده اوله وده اخره. مش النهارده في اول يناير بعد 4 شهور؟ يلا وفي ايه بقى؟ بجد ولا في اخر؟ انا فاكر شفتها اخر. في اول مارس. يعني الراجل تقدم في هنا صح؟ يبقى عدى واحد وعدى التاني وجاي يدفع. يبقى الدين ده هيدفع في ميعاده ولا قبل ميعاده؟ قبل ميعاده بقد ايه؟ كده في خصم. خصم قد ايه؟ فلو دي 4 اخليها 2، لو دي 6 وادفعه. هو اللي عايز يدفع. يبقى الفلوس لو اتدفعت دلوقتي حالا، المبلغ ده ناقص خصم والمبلغ ده ناقص خصم. فهنطبق قانون الجملة ولا قانون القيمة الحالية؟ القيمة الحالية. المبلغ فيه 1 ناقص العين في نون. المبلغ فيه 1 ناقص العين في نون. حد معاه آلة وسريع معايا، و60,000 جنيه في 1 ناقص المعدل اللي في المسألة والمدة 2 على ال 12. 30,000 جنيه في 1 ناقص 12%. جيب 58,800. 58,800. من زي ما هو انا اقول لك 28,800. نجمعهم. 87,600. ادي الفلوس اللي على الراجل. حد عنده مشكلة؟ ها. الدين الأول القيمة الإسمية كانت كام؟ انت لازم تبقى عارف يعني ايه القيمة الإسمية. الفلوس في ميعادها اسمها القيمة الإسمية. الفلوس قبل ميعادها اسمها القيمة الحالية. الفلوس في ميعادها اسمها الايه؟ الإسمية. قبل ميعادها اسمها الايه؟ الرقم ده اسمه ايه؟ اسمه القيمة الحالية للديون القديمة. خلاص؟ مشكلة؟ القيمة الحالية للديون دلوقتي حالا. بيقول لي طب ينفع ادفع 20,000 جنيه دلوقتي؟ قلت له لا. بقول لك ايه؟ انت تجيب الفلوس دلوقتي حالا. عليك كام؟ 87,600. قال لي معلش خد 20 والباقي يبقى ديون جديده هقسطها على كمبيالات. قال لي معلش خد كام؟ 20,000 جنيه. يتبقى عليا 67,600 اسمها القيمة الحالية لديون جديدة. 67,600 هتتساوى بكمبيالات جديدة
بس بالقيمة الحالية اللي هي فاكرها اللي كان فيها ايه؟ سين بس جودش خلاص؟ تدفع يا ابني 67,600. قال لي والنبي انا بحب الخط ده. ديون. فاكر امبارح الامثله بتاعت امبارح كلها رنوا على ال1000 يا جماعه. رنوا على ال1000 يا ماما. فاكر امبارح لما كنا بنحل بعمل لك ايه؟ طلع لي كمبيالتين. الراجل النهارده جاي عشمان في ايه؟ وتحرير 3 كمبيالات. الله امضي لك على 3 كمبيالات دلوقتي. حد يحكي لنا كده السيناريو. عايز اشوف شقايه عمر يروح ولا في بواقي. هو ايه اللي هيدور كده؟ حد يقول. هيطلع 3 كمبيالات. الله يبارك لك. الله يبارك. ربع ثانيه. فهمت ثانيه يا بنت. ربع سنه. ربع الاسميه الاولى ربع الثانيه وثلث الثانيه. خلاص؟ يبقى ايه الاولى ربع الثانيه ومش عارف ايه وكلام كده. وهيطلع سين وسين. صح يا مهند؟ وهتقسم عليهم ولا هتجيب لهم القيمه الحاليه الاول؟ برنس جدع. يبقى هو اهي الحته اللي انت ما بتحبهاش جايه ايه؟ الحته اللي كلنا ما بنحبهاش حتى انا. وتحرير 3 كمبيالات. يبقى كمبياله 2 3 سين واحده ولا 3 سينات؟ سين دي بكام؟ سين دي بكام؟ هو هيقول لي. الأولى ربع الثانية، ثلث الثانية، نص الثانية، 3 5 7. يبقى هو اللي قال. المدة 3 شهور. المدة 5 شهور. المدة 7 شهور. يا سلام عيني. شكرا. دي اسمها ايه يا فندم؟ الاسمية الجديدة الأولى. الاسمية الجديدة الأولى. الاسمية الجديدة الثانية. الاسمية الجديدة الثالثة. تمام كده؟ اسمية أولى، اسمية ثانية، اسمية ثالثة. تعالى بقى نروح ونجيب الايه؟ الحالية. هنروح ونجيب القيمة الحالية. المبلغ في 1 ناقص العين في نون. المبلغ في 1 ناقص العين في نون. المبلغ في 1 ناقص العين في نون. طبق يلا. 3 س في 1 ناقص 12% في 3 على ال 12. 5 س في 1 ناقص 12% في 5 على ال 12. 7 س في 1 ناقص 12% في 7 على ال 12. 92% الأولى. فاكر انا شويه حاجات كده باين هتطلع بحوالي 14. طب كملي عشان في فيديو هنطلع رقم بالظبط. 90 الأولى. 92. الاولى كام؟ 92%. 92.91% س. حد يساعد؟ الثانية تبقى 4 و75. شغل احمد ده نقول له مهم. الثانية 6 51. ممكن نجمعهم يا فندم؟ 14 و17. 14 و17 76,600. هتعمل فيها ايه؟ هتتقسم على 14 تديك السنايه الواحده بكام؟ 67,600 ملك على 14 علامه 17. 770. 4770 و64%. لو سألتك الكمبيالة القيمة الاسمية الأولى بكام؟ تقول لي 3 في 4 770. لو سألتك القيمة الاسمية للكمبيالة الثانية بكام؟ تقول لي 5 في 4 770. لو سألتك الثالثة بكام؟ تقول لي 7 في 4 770. طب وإن سألتك على الحالية ركز. الحالية 2 علامة 91 في 477. 4770. لو سألتك على الحالية دي بكام؟ 475 في 4770. ولو سألتك على دي بكام؟ 6 علامة 51 في 4770. دايما يا إما هيجي ركز عشان دي مهمة جدا. دايما يا إما هيجي يسألك على الاسمية
لا اما يسالك على الحاليه، الجديد بقى انه يسالك على الخصم بينهم. خصم الاولى يبقى تطرح الاثنين دول من بعض. دي اسمها ايه يا جماعه؟ اسميه تانية صح؟ ودي اسمها ايه؟ حاليه تانية. ممكن يسالك على الخصم الثاني، اطرحهم من بعض يدوني الخصم الثاني تاني. دي اسمها ايه؟ اسميه ثالثه. ودي اسمها ايه؟ حاليه ثالثه. اطرحهم من بعض يدوني ايه؟ الخصم الثالث. خلاص؟ خلصت المساله. بص نوع الاسئله بيقول لي هي القيمه الحاليه للكمبياله الاولى القديمه بكام؟ اقول له 58,800. طب القيمه الحاليه للكمبياله الثانيه القديمه بكام؟ لازم تفهم معنى السؤال. حاليه يعني بعد ما حسبت، اسميه يعني اللي كانت في السؤال، اسميه اللي في المساله، حاليه اللي انت حسبتها. الخصم يعني الفرق بينهم. كان ظهري هيتكسر دلوقتي. مين رجع الكرسي ده؟ القيمة الحالية للديون القديمة يبقى عايزها قبل ما يدفع ال 20 87,600. طب القيمة الحالية للديون الجديدة يبقى بعد ما دفع ال 20 67,600. طب القيمة الحالية للكمبيالة الأولى الجديدة أهي. طب القيمة الاسمية يبقى فوق، للثانية الجديدة يبقى أهي. الخصم التجاري للثانية يبقى دول ناقص بعض. القيمة الحالية للثالثة، حالية يبقى تحت والثالثة اهي. القيمة الحالية للكمبيالة الثانية، حالية يبقى تحت والثانية اهي. الجديدة يبقى هنا، القديمة يبقى هنا. مسألة وحشة بس اتحلت.